مجتمع بيتطور بطريقة رهيبة. العلاقة بين الولاد والبنات كل مدى بتبقى أسرع وأسهل. أنا كشخص مسيحي الكتاب بيقول لي احفظ نفسك طاهرا، والمفروض إن احنا متربيين في الكنيسة على إن الجنس الآخر ده أخويا وإن احنا أعضاء في جسد واحد. لكن هل معنى كده إن ممكن يحصل أي تجاوزات؟ معنى الجسد الواحد ان احنا كلنا اعضاء والمسيح هو راسنا، فاحنا ماشيين بدماغ وبفكر المسيح. القديس بولس الرسول يقول لنا فكر المسيح. طب ايه فكر المسيح ده؟ نلاقيه بيقول لنا كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما هو صيته حسن، ان كان فضيله او مدح ففي هذه افتكروا. في باترن المفروض نمشي عليه واحنا بنفكر. يعني انا كشخص مسيحي دماغي ماشيه على سكه الحق والعدل والطهاره والسيره الكويسه، فساعتها انا هبقى محميه بربنا يسوع وعلاقاتي كلها في النور. كمان فكره الجسد الواحد معناه ان انا بخرج بره نفسي واشوف اللي قدامي، مش بستخدم اللي قدامي او بسيطر عليه عشان يسدد لي احتياجاتي، مش باكل اللي قدامي في العلاقه. كلنا محتاجين بعض، بس لازم ناخد من ربنا وندي بعض، لان لو اللي قدامي اخد مني واحنا الاتنين جعانين هنفضى وهنتوحش، هنصير وحوش، هناكل بعض. هيبقى كل غرضي ان انا احتياجي يتسدد واللي قدامي مش مشكله. عشان كده في اي علاقه افتكر المثلث، المسيح لازم يكون موجود وطرفين العلاقه موجودين، وما دام المسيح موجود المسيح نور، ما ينفعش اللي تعمله يبقى في الظلام، لان مفيش شركه للنور مع الظلمه. فالمسيح يقدس اي علاقه حتى لو صحوبيه. كلمه اخيره للخدام، المجتمع بيتطور والاحتياجات بتزيد، ما ينفعش ندفن راسنا في التراب. كده كده التطور بيطول ولادنا. المسيحيه بتخلينا نبص للحياه بطريقه مختلفه، تقول لنا كل شيء طاهر للطاهرين، والكتاب يقول لنا فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. فحتى لو انا بواكب التطور انا محتاجه يكون ليا فكر المسيح، ومحتاجه احافظ على حدودي العاطفيه والنفسيه والجسديه، وده بنعمه ربنا هنتكلم عنه الفيديو الجاي. من فضلكم تابعونا. شكرا جدا، نشوفكم الفيديو الجاي بنعمه ربنا.